في شارع السويق وسط المدينة العتيقة بالرباط طابور طويل لانتظار حلوى الشباكية، أحد المكونات الرئيسية على مائدة المغاربة في إفطار رمضان. ارتفع سعر أرخص أنواعها من 20 درهما إلى 34، ما يعادل $3.50. ضروري خصنا ناخذها، ما يمكنش ما ناخذهاش. باش نقول لك واخا الاسعار غاليه وما غناخذش، واخا ناخذ غير نص كيلو، المهم بعدا تحط قدامنا في المائده. السفوف أو سلو أيضا مما يفطر عليه المغاربة، يعتمد في إعداده أساسا على المكسرات وبعض البهارات التي صارت تكلفتها تناهز ضعف ما كانت عليه العام الماضي. دابا المشكل الفلطه ديالنا حنا، الحاجه غاليه وكنمشيو نشريوها. ايوا الناس كيقول لك ضروري التقاليد. لا ما كاين تقاليد، التقاليد خصهم يطيحوا لنا من الاثمنه، الاثمنه خصها تطيح. الحكومة في المقابل تؤكد أنها تعمل على ضبط أسعار المواد الغذائية، وأنها تمكنت من خفض بعضها في السوق. قدرنا أننا نتحكموا في أسعار مجموعة من المواد، لكن العمل مستمر والمراقبة مستمرة وخصها تبقى وكيف ما كانت، وخص الإيقاع ديالها يرتفع أكثر باش نحافظوا على هذه الأسعار في مستويات معقولة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب بنحو 9% في يناير الماضي بحسب الأرقام الرسمية. يحرص المغاربة على تزيين موائدهم في رمضان، إلا أن الارتفاع المضطرد للأسعار أضحى يضغط على الأسر ويدفعها لتغيير كثير من عاداتها الاستهلاكية قبل هذا الشهر. أنس عياش، الشرق، الرباط.